ينصح الزوهري والزوهرية بأن يعيشوا بكل عفوية ولا يميتوا طاقاتهم بالتشتت مع الفكر السائد العام وأقوال العامة من الناس، وأيضا أن لا يضيعوا طاقاتهم مع المنقول والمتداول بين الناس عن جهل. وفي نفس الوقت يجب على الزوهري أن لا يتكبر على الناس لكي لا يقع في النرجسية السلبية، لكي لا يرتفع عنده الإيجو، بل يبقى متواضعا خفيف الروح خفيف الظل. فإذا كبر عنده الإيجو يصبح ثقيلا، وأن لا يكون سهل المنال وسهل الوصول إليه من الجميع. ونصيحتي أيضا لكل زوهري وزوهرية هي الاشتغال بالمعرفة الإلهية مع الحفاظ على حب التفنن في هذه الحياة التي خلق الله للمخلوقات، فهو أخرجنا من العدم إلى الوجود لكي نفرح، وخلقنا حبا فينا، فالله خلق العالم بالحب. كما قال جلال الدين الرومي: الحب قوة دافعة أخرجت الكون من العدم إلى الوجود. لهذا الزوهري لا يجب أن يبقى متحيرا يضيع وقته وطاقته مع ما يحصل له من أحداث غريبة وغربة يعيشها في محيطه، بل يجب أن لا يستنزف هذه الطاقة مع الماديين الذين لا يؤمنون بالغيب، بل يجب أن ينجز ويقوم بدور فعال حضاري، لا أن ينكمش وينطوي عن المجتمع لكي لا يكون قد وقع في فخ الوسواس والتطاحن مع هذا المحيط. فالزوهري عنصر قوي بإذن الله، وطاقته بها نور مشع على مختلف أنواع الزوهريين. وإذا كنت قد تكلمت في حلقاتي عن الصفات والعلامات والأحوال التي يعيشها الزوهري والزوهرية، فهذا تحذير أيضا لكي لا يقعوا بين يدي العصابات والنصابين والمستغلين لهذه الطاقة، وأن يحذروا من المجموعات المشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع أيضا، وألا يفشوا الأسرار، وأكرر الأسرار للأشرار وخصوصياتهم، بل إذا عرفت علاماتك أو علامات طفلك وغير ذلك فهذا يزيد من حفاظك عليه، والله خير حافظا، وتوجه نفسك وطفلك وتحذره من النصابين وغير ذلك. فالزوهري خلق ليعرف الله كما أن الجميع خلق ليعرف الله، ولكن بما أنه هو موهوب وله قابلية أكثر لحمل الأسرار الإلهية والتجليات، فيجب أن يشتغل بالذكر والتأمل، لكن دون أن يتطرف أو يتوغل كثيرا، خصوصا إذا كان ليس لديه مرشد روحي أو توجيه قوي رباني في القلب. رغم أن هناك بعض الأولياء الصالحين أخذتهم العناية الإلهية إلى حضرة الملك سبحانه وتعالى فطرة ونورا وهداية من القلب حتى بدون تربية على يد شيخ، لكن كان لهم توقير للمربين بهذا العالم واحترام، ولله في خلقه شؤون. يجب أن يركز على معرفة الخالق المكون ولا يشتغل بالمكون كثيرا، وأن يعرف المراد من الخلق وما دوره بهذه الحياة، وأن يمارس حياته طبيعيا فيكون قدوة للناس في الإتقان والإنجاز والوفاء، وأن يكون من المصلحين. هذا هو الزوهري الحقيقي. وأن يعرف أن السر ليس في الكرامة بل في الاستقامة، والاستقامة خير من 1000 مليار كرامة. والاستقامة ليست هي عدم الوقوع في الأخطاء خصوصا السائدة العادية، بل هي تجربة. بل الاستقامة هي أن يحس بنور الله في كل مكان وزمان، وإن وقع في زلة رجع بسرعة، يكون أوابا، ويكون وقوعه عن جهالة وغير قصد، بل يخطئ كإنسان ويعرف أن الله هو الغفار الرحمن، ويكون قلبه نقيا من كل حقد وحسابات. ألا يكون مراد الزوهري إظهار المواهب الروحية بغرض التميز والتكبر على الناس، بل أن يكون عنوان قلبه هو إرضاء رب الناس. والمسلم المؤمن الصالح يقوم الليل ولو قليلا، يشحن بطاقة الرب، يكون ضيفا على الإله الواحد الأحد. في الثلث الأخير من الليل ينزل الله نزولا يليق بجلاله وجماله، وهو دائما في رفعة وسمو. تعالى الله رب العالمين، فيزال الستار وتنزل الأسرار. وأنصح الزوهري أن يصمت ولو قليلا، وإذا تكلم يكون كلامه نور وحكمة وشفاء، فالصمت له فوائد كثيرة وعجيبة تزيد الحكمة وصفاء القلب والذهن وعافية البدن وشفائه. وأن يحذر الزوهري من أخذ ورد من هذا وهذا عبر النت، خصوصا من المجاهيل
أو بدون إذن، ثم يجد فيديو يأخذ وردا بنية الفتح أو أمور أخرى يستفيد منها روحيا، أنصحه أن يترك الأمر كما هو عليه من عفوية وحب إلهي ويمضي بصلاح السلوك إلى أن يفتح الله له ملك الملوك لما يكون له استعداد لذلك، وأن لا يستعجل الفتح. وهنا أستشهد بكلام سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، حيث قال: كن مع الله صامتا عند مجيء قدره وفعله حتى ترى منه ألطافا كثيرة. أما سمعت بغلام غالينوس الحكيم كيف تخارس وتباله وتساكت حتى حفظ كل علم عنده؟ حكمة الله عز وجل لا تجيء إلى قلبك من كثرة هديانك ومنازعتك له واعتراضك عليه. اللهم ارزقنا الموافقة وترك المنازعة. هكذا قال سيدي عبد القادر. ويقول رضي الله عنه: إذا أحكمت الإيمان وصلت إلى دار المعرفة، ثم إلى وادي العلم، ثم إلى وادي الفناء عنك وعن الخلق، ثم إلى الوجود به لا بك ولا بهم، فحينئذ يزول حزنك، فالحفظ يخدمك والحماية تحوطك، والتوفيق يطرق بين يديك، والملائكة تمشي حولك، والأرواح تأتيك تسلم عليك، والحق عز وجل يباهي بك الخلق، ونظاراته ترعاك وتجذبك إلى دار قربه والأنس به والمناجاة له. ثم إنه يجب الخروج من دائرة الاشتغال بمصطلح زوهري إلى دائرة أوسع، وهي الروحانية، والتغلب على مغناطيسية الشهوات إلى نور صفاء الحضرة الإلهية وجمال الذات. ولا أقصد الزهد الظاهري، بل أقصد أن لا نعبد الدنيا والناس والفاني، بل أن نجعل الدنيا تتبعنا كظلنا، لا أن نتبعها ونذل أنفسنا. فهذا الكون كله بيد الملك سبحانه، فإذا قربت منه فلن تخسر بل أنت الرابح. وأخيرا يجب أن لا يتكلم الزوهري والروحاني بصفة عامة مع الكل فيما يقع له، فهناك حساد، وهناك محرومين، وهناك شياطين إنس وجن وأعداء، وهناك سراق طاقة ومتربصين بعالم الأسرار. فاصمت تنجو، ولا تتكلم إلا بما ينفعك وينفع الناس وبحكمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان